ايه موضوع مصطفى محمد وايه موضوع اسامه ابو علي؟ باختصار كده عشان ما اطولش عليك، اسامه ابو علي عطل الاهلي واحد مغرم اللي مفيش منه. ليه؟ اسامه ابو علي بعد كاس العالم جاله عرض كبير قوي في امريكا، ودلوقتي قاعد في امريكا ومضى في الفرقه اللي في امريكا ومش راجع النادي الاهلي. النادي الاهلي دلوقتي خلى الصفحات المفبركه تنزل ان مصطفى محمد مضى مع النادي الاهلي ب 4 مليون دولار. ليه ب 4 مليون دولار؟ بيغطوا على اللي عمله اسامه ابو علي عشان الجمهور اللي هو اصلا مش فاهم، اللي هو بيخبط وخلاص. تمام، اللي هو اصلا مش هيشغله هو في شرط جزاء ولا ما فيش شرط جزاء، بس بيحاولوا يخطوا لعيبه لان جمهور الزمالك فاهم ما يطلعش يضحك عليهم. اسامه ابو علي مالهوش شرط جزائي، وتشايب الاهلي يخبط دماغه في الحيطه، روح اشتكيني في الفيفا، اخرك ايه شويه ملاليم الفرقه اللي انا بلعب فيها هيدفعوهم. لكن مصطفى محمد عايزين مصطفى محمد عشان يداروا على الحوار باي طريقه. النادي الاهلي دلوقتي في مشكله جامد قوي في غرفه الملابس. امام عاشور عايز يبقى ياخد 60 مليون مش عارفه ايه، اشرب يا اهلي. لكن مصطفى محمد مش جاي النادي الاهلي، بس ده ترند عشان خاطر يلغوا حوار اسامه ابو علي. اسامه ابو علي عمل الصح مع النادي الاهلي.